الفنان اللي هنكرمه دلوقتي هو عزيز على قلوبنا احنا الاثنين اكتر من اي حد تاني. فنان سحرنا بفنه، بموهبته، بأدائه، باختلافه، بتنوعه، بأعماله. فنان اتحدى نفسه في كل عمل، كان دايما بيشوف أعماله وبس، نجاحه وبس، مركز على فنه وعلى مزيكته. مع كل عمل كنا بنقول what's next، لأنه ما كانش متوقع يكون في نجاح قد النجاح اللي بيحصد عليه. صحيح. فناننا حصد على الملايين، المليارات من الفيوز لأعماله. شفنا له أعمال كتيرة جدا مع أهم نجوم الوطن العربي وأيضا العالمي. فنان قدر يوصل لهجة بلده المغرب، وأسمع تحية كبيرة جدا بعد إذنكم للمغرب تحديدا، شكرا، قدر يوصلها لكل مكان في العالم. فناننا فنان ساحر. اتفضل يا فندم. لا والله. اقول ايه؟ طب ايه؟ اقول ايه؟ انا في حاجه كمان هقولها بعد حضرتك. بعد لسه هتقولي بعد؟ عايزه اقول لهم حاجه عنه شخصيا هم ما يعرفوهاش. طب ما انا اروح بقى. لا اروح انا الاول. لا. طبعا احيانا التقديم او المقدمه ممكن تضيف للمكرم، ممكن تضيف لفنه، لموهبته، لابداعه، بس في احيان بيكون اسم هذا الشخص هو العلامه الفارقه، بيكون هو رمز التميز، رمز الابداع، رمز الموهبه. حقيقه سالوني مره من هو الفنان اللي بتعتقد العربي اللي ممكن يكون عالمي؟ اول اسم خطر على بالي هو الفنان اللي اول فنان عربي وصلت اغنيته المعلم للمليار مشاهدة على اليوتيوب. ان لا عايزه اقول حاجه، عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا عنه. يمكن اوقات نجوميته يا استاذي بتخلينا نشوفه كسوبر ستار، كنجم، وبننساه على طبيعته. ده انا اللي بعرفه على طبيعته بالظبط. الانسان اللي هنكرمه النهارده قبل ما يكون فنان هو انسان عاشق لفنه، عاشق لجماهيره، عاشق للمسيره الفنيه اللي احنا النهارده بنشهد عليها وبنكرمه فيها، واكيد في نجاحات كبيره جدا هنتابعها الفتره اللي جايه باذن الله. and the DFA award goes to سعد المجرد. ومعانا بالمعلم سعد المجرد. حولي. Thank you so much على هذه المقدمة هذه، على حسن استقبالكم. شكرا للضيافة، شكرا دكتور ميشيل. بغيت نهدي هذه الجائزة هذه الوالدة ديالي لاله نزهر الكراكي، الممثلة المقتدرة المغربية الكبيرة. هذه الجائزة ليك. وكنهدي هذه الجائزة للوالد ديالي الفنان الكبير المغربي الأستاذ بشير عبدو. هذه الجائزة ليك. وكنهدي هذه الجائزة لصاحب الجلالة سيدي محمد السادس نصره الله، كنهديها ليه. واش غادي نقول لكم، شكرا بزاف على هذا الحب وعلى هذا التقدير، وانا فرحان بزاف اللي موجود معكم. والله يرحم الشهداء في فلسطين. شكرا للنجم العربي